ازيكم؟ الصورة اللي على السكرين دي صورة كلب لطيف جدا اسمه فريدي. وفريدي ده كلب مدرب ويشتغل في أحد مطارات أمريكا، ومهمته إن هو يكشف عن الركاب اللي معاهم أكل سواء لحوم أو خضروات. من كام يوم كده فريدي اشتبه في شنط من شنط راكب جاي من القاهرة للأسف، وابتدى يشمشم فيها. فمدرب الكلب فريدي ده ابتدى يستجوب الراجل اللي معاه الشنط دي وبيقول له معاك ايه وحاجات من دي. فتقريبا الراجل جاله بانيك اتاك او هو عنده فوبيا من الكلاب، انا مش عارف. فاتصرف تصرف غريب جدا وغير منطقي ان هو شاط الكلب او اداله بالشلوت والكلب طار. وللاسف يعني دي حاجه يعني صعبه جدا، والكلب طار وحصل له اصابات في ضلوعه وحاجات كده. فأمن المطار طبعا سيطر على الراجل ده، وبتفتيشه لقوا معاه مش عارف 20 كيلو لحمة و10 كيلو رز وبتنجان وفلفل وتوابل وذرة، ويعني معرفش هو يعني كان رايح أمريكا بالحاجات دي يعمل إيه الحقيقة. لكن هو دي يعني هم ده اللي لقوه معاه. فالراجل طبعا اتقبض عليه واتحكم عليه ان هو يدفع مصاريف علاج فريدي الكلب، وكمان ان هو يترحل من امريكا وما يدخلش امريكا تاني. القصة دي طبعا قصة حزينة جدا، وقصة انا شايف انها كان ممكن نتجنبها لو انت قريت قبل ما تسافر اي بلد ايه المفروض، ايه الريجوليشنز بتاعت البلد دي، ايه اللي ممكن اخده معايا، ايه اللي مش ممكن اخده معايا. وعشان كده انت لو ناوي تسافر المانيا قريب او الاتحاد الاوروبي عموما، او انت عايش في المانيا او الاتحاد الاوروبي ورايح جاي على مصر وما كنتش قريت الموضوع ده او ما تعرفش هو ايه القوانين بالظبط، فخليك معايا وانا اقول لك هو ايه اللي ينفع تجيبه وايه اللي ما ينفعش تجيبه، عشان المطار ما فيهوش هزار. من اكتر الحاجات المصريين بيجيبوها معاهم من مصر او بيركزوا قوي في الموضوع ده هي الاكل. هنجيب ايه واحنا جايين من مصر؟ نجيب جبنه رومي او جبنه تركي بقى عشان اسكندراني، فسيخ، رنجة، فراخ، حمام. طيب ايه الحاجات اللي فعلا مسموح لي ان انا اجيبها من دول من مصر، وايه الحاجات اللي ممنوعة تماما ان انا اجيبها، ولو اتقفشت بيها هتحصل لي مشكلة اقلهم ان انا ادفع غرامة؟ يعني اولا منتجات الالبان. منتجات الألبان دي من الحاجات المحظور دخولها الاتحاد الأوروبي بدون شهادة صحية. يعني أنت حتى وأنت كراكب وجايب مثلا معاك نص كيلو جبنة قريش مثلا يعني، وحطه في الفريزر واخده معاك ومش عارف ايه وبتاع، ده ممنوع. اي جبن فريش، اي منتجات حليب، جبنه طريه مثلا او منتجات حليب معموله من الحليب الفريش، فدي ممنوعه تماما بدون شهاده صحيه حتى لو جرام واحد. لكن الحاجه الكويسه والحاجه اللطيفه ان الجبن البروسيسد او الجبن المطبوخه، ومنهم الجبنه الرومي او الجبنه التركي، الجبنه دي مسموح ان انت تجيبها عادي جدا، مفيش اي مشكله، ومسموح لك لحد 2 كيلو. بالنسبه للحوم، اللحوم عموما ممنوعه تماما من غير شهاده صحيه برضو. يعني اللحم البقري، اللحم الضاني، الفراخ، البط، الحمام، كل ده ممنوع، ما ينفعش تجيب منه ولا جرام واحد. طبعا برضو البسطرمه، يعني اي لحمه بروسيسد ممنوع تدخل. فعموما خد قاعده كده، اي نوع من انواع اللحوم ما ينفعش يدخل من بره الاتحاد الاوروبي من غير شهاده صحيه. بعد كده احنا عندنا الاسماك. الغريب بقى في الموضوع ان الاسماك مسموح لك ان انت تجيبها عادي جدا من بره الاتحاد الاوروبي، ومسموح لك لحد 20 كيلو. والاسماك عموما دي انكلودنج او تحتيها الاسماك الطازه، الاسماك المملحه. يعني ينفع تجيب فسيخ وسردين ورنجة عادي تمام، ما ينفعش تجيب بسطرمه بس ينفع تجيب فسيخ. من الحاجات برضو اللي ممنوعه تماما الحبوب. يعني ما ينفعش تجيب فول معاك، ما ينفعش تجيب ذره، ما ينفعش تجيب غله، كل الحاجات دي. الحبوب الوحيدة اللي مسموح بيها هي حبوب البن. يعني انت ممكن تجيب بن مطحون او بن حب من مصر، مفيش مشكلة. لو عايز تجيب بن عشان تعمل قهوة تركي، عادي حقك، مفيش مشكلة. من الحاجات برضو اللي ينفع تجيبها هي العسل. يعني لو عايز تجيب عسل
مسموح ان انت تجيب عسل للاستخدام الشخصي برضو. كل الحاجات دي استخدام شخصي، عشان كده ليها حدود ال 2 كيلو. نيجي بقى للفاكهة. الفاكهة زيها زي الخضار. الفاكهة والخضار برضو ممنوع استيرادهم، ممنوع منعا باتا استيرادهم من غير شهادة صحية. فللأسف للأسف للأسف الناس اللي جاية قريب، المانجا يا جماعة ما ينفعش تجيبها معاك. المانجا ممنوعة، لو اتمسكت بيها هتتاخد المانجا وهتتعدم وهتدفع غرامة. من الفواكه اللي ينفع تدخل عادي اللي هو الأناناس والموز، وحاجة مهمة جدا احنا بنحب نجيبها برضو من بلادنا ألا وهي البلح أو التمر. مفيش مشكلة خالص ان انت تدخل تمر او بلح، معلهوش اي ريستريكشن، عادي جدا ينفع. اكتر تاني حاجة بقى المصريين عادة بيفكروا فيها لما يبقوا عايزين يجيبوا حاجة من مصر هي الادوية. فانت الادوية مفيش مشكلة ان انت تجيبها للاستخدام الشخصي، واخرك جرعة ما تزيدش عن 3 شهور. حتى لو انت جاي تقيم هنا عندك مرض يعني مزمن بتاخد له دواء باستمرار، فانت من حقك بس تجيب جرعة لمدة 3 شهور. يستحسن طبعا يكون معاك البريسكريبشن بتاع الدواء ده، ومفيش مشكله ان انت تدخل اي دواء. طبعا ما يكونش دواء ممنوع تصديره، يعني زي ادويه مخدره او حاجه زي. طيب بالنسبه مثلا انا جاي ومعايا فلوس كاش، مراتي معاها ذهبها، معايا كاش ومعايا ذهب، ايه بقى الاجراءات اللي بتحصل؟ فالموضوع باختصار هو انت لو داخل الاتحاد الاوروبي بمبلغ اقل من 10,000 يورو فمفيش مشكله عدي. لو سالك بتاع الجمارك لو انت داخل وانت داخل سالك، فاقول له انا معايا كذا، مفيش اي مشكله. لكن لو انت معاك اكتر من 10,000 يورو لازم تستخدم نموذج اسمه 40,001، ولازم تكتب تعمل ديكلاريشن للفلوس اللي معاك. طيب لو انت معاك ذهب، فالذهب بيبقى هو عباره عن يعني حاجتين: يا اما انت معاك سبائك ذهب ودي بتعامل معامله الفلوس، يعني انت لو معاك سبائك ذهب في حدود فلوس وسبائك ذهب الاثنين مع بعض في حدود 10,000 يورو فما فيش مشكله، اكتر من كده بتعمل ديكلاريشن. طيب بالنسبه للذهب اللي هو المجوهرات، يعني اللي هو ذهب الست او حاجه زي كده، فما فيش مشكله انها تاخده معاها، وده مش بيعتبر فلوس، ده بيعتبر الاستخدام الشخصي. لكن مفيش حاجه مثلا قانون بيقول وزن الذهب الاستخدام الشخصي قد كده او كده، دي يعني بترجع لتقدير الموظف نفسه. فيستحسن ان الذهب الشخصي يكون ما يجيش مرة واحدة بكمية كبيرة ويجي على مرة. من الحاجات برضو المهمة الواحد يخلي باله منها ان هو لو جايب هدوم جديدة مثلا من مصر، فهو وهو بيحطها في الشنطة يا ريت يشيل التيكتس، لان هنا في المطار ودي حصلت مع ناس نعرفهم يعني، لو لقى تيكتس ودي هدوم جديدة، فالهدوم الجديدة دي برضو المفروض انها تتجمرك. ونرجع تاني اللي هو حد الإعفاء اللي هو 430 يورو، ومن بعد 430 يورو الراكب بيدفع جمارك وضرائب. بالنسبة للدخان، فانت من حقك وانت داخل الاتحاد الاوروبي ان انت تجيب هي بالترتيب كده 200 سيجاره تقريبا، يعني خرطوشه سجاير، او 100 سيجاريلو اللي هو السيجار الصغير، او 50 سيجار، او 250 جرام من التبغ، يعني سواء بقى تبغ الشيشه او تبغ معرفش بايب او حاجه زي كده يعني. فده ما فيهوش مشكله لحد 250 جرام. ايه الاجهزه بقى مثلا اللي ممكن ادخل بيها؟ يعني معايا لابتوب، معايا لابتوبين، معايا موبايلين، معايا الحاجات دي كلها. فلو هي طبعا الاستخدام الشخصي غالبا ما حدش بيقول عليها حاجه، بس لو معاك زياده يعني مثلا داخل باتنين لابتوب، فالاتنين لابتوب دول بنرجع بقى واحد اوكي شخصي فده بتاعك لكن التاني هيتحط عليه جمرك، وخاصة لو هو شكله جديد. اي حاجة شكلها جديد غالبا موظف الجمارك مش بيعديها قوي. فاي حاجة بقى شكلها جديد وهو عايز يجمركك عشان تعرف حقك، فانت كراكب انت ليك اعفاء 430 يورو. يعني مثلا لو اللابتوب مثلا قال لك انا هجمرك اللابتوب ده واللابتوب ثمنه 600 يورو مثلا، فانت بتشيل 430 الفرق ده بتدفع عليه الجمرك والضرائب. ويستحسن لو انت حاسس ان انت معاك حاجات كتير برقم كبير، فانت بتدخل من المكان اللي فيه وانت طالع كده من الجمرك، وانت طالع بتلاقي فيه مكان متعلم بالاحمر فوق ومكان متعلم بالاخضر. مكان متعلم بالاخضر لو انت عديت منه فده يعني معناها ان انت معكش حاجه تعمل لها ديكلاريشن، لكن لو معاك حاجه تعمل لها ديكلاريشن هتدخل في المكان اللي هو متعلم بالاحمر،
وتقف هناك وتعمل بقى، سواء تعمل النموذج 40,001 ده، او تكلم موظف الجمرك نفسه على طول، او حتى ممكن تكون عامل ده اونلاين قبليها، لان ينفع تعمل ده اونلاين. وفي النهايه يا ريت ما تعملوش زي الراجل المصري اللي طرحها من امريكا ده، وحاول قدر الامكان ان انت ما تعملش ريسك كبير في الحاجات اللي انت بتجيبها من مصر. الحاجات متوفرة هنا وموجودة والكواليتي بتاعتها عالية جدا، وفي نفس الوقت حتى يعني دلوقتي يمكن الأسعار ما تفرقش كتير عن مصر، يعني اللحمة في مصر غالية برضه، فمفيش داعي تعمل ريسك. وقولوا لنا في الكومنتات لو في حد اتعرض لموقف مع الاتصال، او ضباط الجمارك في المطار غلسوا عليه في حاجه او مش عارف ايه. يا ريت تحكوا لنا تجاربكم في الموضوع ده، وهل الدنيا عدت بسهوله ولا ما عدتش بسهوله. وما تنسوش الشير واللايك، ونشوفكم المره الجايه. سلام.